وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه ويسأله ولده: يا أبت، ما أشد ما لقيت مع رسول الله؟ فيقول أنس: بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من لقيت فاطمة ابنة رسول الله، فما أن رأتني إلا وبكت، وأبكتني وأبكت من حولنا، لما قالت: يا أنس، يا أنس، أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم؟ أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم؟ فوالله لتمنيت أني ما خلقت. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخيل أحد هذه الدنيا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شيء في الدنيا يستحق البكاء كالبكاء لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو موقف عز وموقف مجد، موقف كرامة. موت النبي صلى الله عليه وسلم أجل، نعم، موت النبي صلى الله عليه وسلم هو عز ومجد وكرامة، لأن الله عز وجل ما كان ليقبض نبيه، ما كان الله عز وجل ليقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ترك وراءه رجالا يستطيع أن يكملوا المسيرة. الله عز وجل يعلم أن النبي استطاع أن يربي، استطاع أن يصنع رجالا. الله عز وجل يعلم أن الدين قد كمل، وأن هناك أبناء لرسول الله، أتباع لرسول الله، يقدروا يشيلوا هذا الدين ويحملوا هذا الدين. عندئذ قبض الله عز وجل روح نبيه. فموت النبي صلى الله عليه وسلم علامة، بل أعظم علامة، بل أعظم مظهر من مظاهر عز هذا الدين، من مظاهر زمان العزة، أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد أن يموت، ولأنه خلق ليموت، وأن كل الخلق سيموتون، ولن يموت محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا عز هذا الدين. لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم إلا إن كان هناك رجال يحملون هذا الدين. لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يموت إلا بعد أن سلم الراية، سلم الراية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويبدأ
زمان عزة أبي بكر. لم يبدأ زمان عزة أبي بكر بلحظة أن قام وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ولكن بدأ زمان عزة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ زمان عزة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه منذ أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فما هن وما انتظر وما كان له لحظة تفكير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكان له هنة. هنة يعني تبسيبنا فكر، تب يقف، تب يتفاجئ، إلا أبا بكر ما أن دعوته إلا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بدأ زمان عزته بحسم قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين ندفن النبي، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وصلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى. دخل المسلمون على رسول الله وهو مسجى في فراشه على رسول الله، ويقبل جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفروا للنبي، وحفروا له لحدا، وواروه التراب، وأهالوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبدأ الإسلام قويا عزيزا، ليبدأ الإسلام بغير وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي، نعم، ولكنه ترك لنا سنته، ترك لأصحابه سنته، ترك لهم قرآنا أنزل على قلبه غضا طريا، وتركه بين ظهورهم أيضا غضا طريا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك المدينة المنورة، وهي دار الإسلام وأرض الإسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في المدينة أحد من المشركين. ترك رجالا صنعوا زمانا لعزة الإسلام، ترك رجالا صنعوا زمانا لعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد أتم دينه. مات النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أكمل هذا الدين. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء نصر الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا. مات النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا كريما مجيدا. مات حبيبنا وقد ترك لنا الدين، وترك لنا الإسلام، ترك لنا سنته، ترك لنا كتاب الله عز وجل عزيزا. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت الإسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وترك لنا